السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في وصفة جديدة مختلفة تماما عن وصفاتنا قبل كده. النهاردة يا جماعة أكلنا غدانا هيكون شعبيات، يعني الأكل الشعبي بتاعنا شوية بطاطس مقلية، بتنجانية كده قليناها ومعاها دقة، أو عملنا لها خلطة كده وحطيناها عليها شوية فول بالطماطم. الحاجات دي كلها احنا بنسميها شعبيات، وكانت أمي الله يرحمها نسألها عاملة غدا ايه تقول لنا شعبيات. كان عبارة عن الأكل ده مع اختلاف الطعم طبعا الجميل بتاع والدتي الله يرحمها، ربنا يرحمها يا رب. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا بتنجانة واحدة، هي كبيرة ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هنقطعها بالشكل ده شرايح او مكعبات، ايه اللي انت عايزاه. هنقطعها ونرش عليها رشة ملح خفيفة، وفي مصفى هنسيبها تتصفى وتنزل ميتها عشان ما تشربش زيت معانا، يعني حوالي ربع ساعة نص ساعة. وبعدين على النار مع زيت غزير هنقلي البتنجان ياخد اللون الحلو ده ونطلعه، وهنعمل الدقة بتاعته او الخلطة اللي هنضيفها عليه، وهو عبارة عن معلقة صغيرة توم، وعليها حوالي معلقتين خل، وهنضيف كمون وملح. بس كده الخليط بتاعنا جاهز ان احنا نضيفه للبتنجان. وده والله يا جماعة بيديله طعم حلو جدا جدا جدا. انا بحب كمان اعصر على البتنجان نص ليمونة، بيديله برضو طعم حلو، بس للأسف انا ما عنديش ليمون النهاردة. هنضيف الخلطة دي بالشكل ده على البتنجان وعلى الفلفل اللي احنا قليناه، ونحاول نقلب بالراحة كده عشان ما يتهريش مننا، بحيث الخلطة دي يعني تدخل جوه البتنجان كله ويشرب منها. وكده طبق البتنجان بتاعنا أصبح جاهز، طعم خطير جدا. هنعمل الفول بالطماطم، نص معلقة توم مع شوية زيت على النار. التومة بس هتدبل معانا بالشكل ده، وبعدين هنضيف لها حوالي 4 طماطمات صغيرين مقطعهم مكعبات كده، وقرن فلفل حامي واحد ممكن تستغني عنه، بس انا بحب احط على الفول فلفل حامي، وملح وكمون وكزبرة ناشفة. دي توابل الفول، او انا بعمله كده طبعا، ممكن حد يعمله بطريقة تانية اكيد. ونقلب كويس ونهدي عليه النار، ونسيب الطماطم بالفلفل والثوم لغاية ما يتبلوا معانا خالص زي ما انتوا شايفين. وهنا هضيف الفول واقلبه كويس جدا. هو يستحسن يعني بشوكة عشان تهرسي الفول وانتي بتقلبيه ما يبقاش فيه فول صحيح. كفاية قوي على القولون الاكل ده، مش هيبقى الفول كمان صحيح معانا. والبطاطس انا مقطعها وغسلاها وحط عليها ملح. هنقليها في الزيت. وانا عندي بنتي للاسف ما بتاكلش الفول ولا البتنجان، فقالت لها بيض على النار بالزبدة كده عشان تاكل معانا. طبعا هي تاكل بيض وبطاطس بس. وكده يا جماعة تكون وصفتنا السريعة الجميلة الطعمة قوي 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 جاهزة. عملنا مع بعض فول بطماطم بتومة كده بقرن فلفل، حاجة كده عظمة 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 يعني. وعملنا طبق بتنجان جميل قوي، طبق بتنجان بفلفل مقلي، وعملنا له مع بعض خلطة تحفة قوي، جربيها هتعجبك جدا. وعملنا بطاطس مقلية، انا طبعا هي مش غامقة كده، انا ضايفه لها التوابل اللي كنا عملناها مع بعض قبل كده، توابل البطاطس. وطبق بيض عشان هنونة. وبكده اكلتنا خلصت.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.